السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده هاعمل معاكم كشري وان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم، وبفضل الله اللهم لك الحمد كل اللي داق الكشري عندي شكر فيه وقال طعمه احلى من بتاع المحلات، فان شاء الله تجربوه وتشوفوا ان شاء الله طعمه يعجبكم. معايا هنا اول حاجة البصل، انا هاشتغل في اول حاجة البصل عشان الزيت بتاع البصل ده هاخده استخدمه يعني هاستخدمه لبقية الكشري. البصل مقطعاه شرايح رفيعة خالص، نزلت عليه بمعلقة دقيق ومعلقة نشا وهقلبهم كده في قلب البصل كويس، وأي ما ألاقي بصل كده ماسك في بعضه باحاول أفكه طول ما أنا بقلب كده، أخلي بقى النشا والدقيق يدخلوا كده في قلب البصل. طبعا كمية البصل حسب كمية الكشري انت هتعمليها، هتعملي كمية كبيرة هتكتري بصل، قليلة هتقللي بصل. أنا هنا عاملة أكتر من نص كيلو مكرونة ويعني حوالي كيلو إلا ربع كله، الأسباجيتي والمكرونة حوالي كيلو إلا ربع. فاستخدمت حوالي 4 بصلات كده وسط، وفي صغير وفي وسط مش كله يعني، وطبعًا أنتم بتحبوا بصل كتير أو قليل. قلبت بقى البصل والدقيق كده في قلب النشا وكله، وخلاص سِبته على جنب لحد الزيت ما يسخن. باختبر الزيت بقى كده بواحدة بصلة، لقيتها كده بتغلي في قلب الزيت خلاص يبقى كده الزيت سخن، هانزل بقية كمية البصل. البصل اللي باستخدمه بصل أبيض بلاش البصل الأحمر عشان بيضطر معاكِ بسرعة تاني، إنما البصل الأبيض بيفضل كده مقرمش ممكن يومين 3 لو سِبتيه في التلاجة تاني يفضل يومين 3 معاكِ مقرمش. إنما البصل الأبيض لأ، الأحمر لأ بيضطر بسرعة وكمان لونه بيبقى غامق، إنما البصل ده بيفضل لونه فاتح وبيفضل شكله حلو أوي، يبقى حتى لونه فاتح كده في قلب الكشري وأنت حاطاه ما يبقاش غامق خالص كده، يبقى ده البصل اللي أنا باستخدمه. أول ما باحط البصل مش باقلبه، باضغط عليه بس كده لتحت عشان ينزل في قلب الزيت، مش باقلبه إلا بعدها كده بشوية، كل شوية بقى كده باغطي لها البصل وأقلبه وأدي له تقليبة. الحمص بقى حطيت له شوية ملح وسِبته يستوي كده مع نفسه، وهُم الحلتين دول بس اللي أنا هاحاول أستخدمهم كده في قلب الكشري، مش هاكتر مواعين كتير. خلاص البصلة احمرت اهي، هي لونها على فكرة جميل أوي، بس التصوير عندي الإضاءة طبعًا مش حلوة خالص في المطبخ، والتصوير مش حلو خالص يعني الكاميرا مش جايبة اللون خالص حلو بتاع البصل، إنما بصراحة هي لونها فاتح. حطيت المصفاية على الطبق صفيت الزيت كله فيه أهو، وبعد كده شيلته من على الطبق بقى اللي فيه زيت ده عشان الزيت ما يرجعش تاني في قلب البصل، لأن الزيت لازق المصفى، فنقلت المصفى في طبق تاني، وسِبته بقى يتهوى كده البصل ورشيت عليه رشة ملح وسِبته بقى كده في الهوا عشان يقرمش أكتر. وهنا الحلة نفس الحلة اللي أنا عملت فيها البصل هاسلق فيها المكرونة، حطيت في قلب الحلة شوية ملح، وطبعًا الحلة كده كان مكانها زيت مكان البصل، بس وهاسيبها لحد ما تغلي وبعدين أحط المكرونة، كده معايا البصل مقرمش أهو، وكمان باسيبه في الهوا عشان يقرمش أكتر. هنا معايا الحمص هاشيل بقى لو أي ريم عليه والّا حاجة هاشيله، وأسيبه بقى لحد ما يستوي، تضغطي عليه ضغطة كده لقيتيه اتكسرت معاكِ كده مستوية يعني خلاص اطفي عليها وحطيه في قلب شوية مَيّة باردين. هنا غسلت بقى العدس حطيته برضه في قلب المَيّة كده وسِبته يتسلق، أنا ممكن أعمل عدس بالطريقة دي وممكن أعمله مع الرز، أي طريقة بتحبيها اعملي بيها، بس أنا بصراحة باحب الطريقة دي أكتر، وفي مرات برضه باعمله مع الرز، يعني باحمّر الشعرية والرز وبعدين أحط العدس وبعدين أزوّدهم المَيّة، أي طريقة أنتِ بتحبي تعمليها اعملي بيها، بس أنا بافضّل أكتر الطريقة دي. حطيت عليه شوية ملح وشوية كمون العدس وسِبته يستوي. دي المكرونة بقى اللي أنا باستخدمها للكشري بصراحة روعة جميلة جدًا. المكرونة دي أحلى مكرونة استخدمتها للكشري وبتطلّع معايا نتيجة الكشري جميلة جدًا. الأسباجيتا دي تخينة، هتلاقوها تخينة كده مش زي الأكياس اللي إحنا بنشتريها خالص، دي مكرونة فرط أنا باشتريها من عند العطار. المكرونة نفسها الرفيّعة دي برضه هتلاقوا العجينة بتاعتها تخينة كده شوية، المكرونة مش بتتهري منِّك خالص وأنتِ بتسلقيها، ما بتطلعش معاكِ ملتوتة كده زي أي مكرونة تانية، لأ بتطلع ماسكة نفسها كده وحلوة. دي أكتر مكرونة استخدمتها للكشري بصراحة وطلّعت الكشري معايا جميل جدًا. فخلاص حطيت المكرونة كده تتسلق، وهاحط بقى هنا شوية زيت عشان أعمل بقى الصلصة، المكرونة بقى بعد ما اتسلقت بقى صفيتها وغسلت الحلة وهاستخدمها برضه للصلصة. أنا طبعًا ما صورتهاش معاكم بعد ما اتسلقت، كنت عايزة أصورها معاكم بس كان جاي لي ضيوف فكنت مستعجلة بقى، عايزة أخلّص حاجتي بسرعة. وعلى فكرة الضيوف هُم اللي طلبوا مني الكشري عشان ما تقولوش هتاكلوهم كشري، هُم اللي طلبوه مني قالوا إحنا جايين عندِك وعايزين ناكل كشري. هنا حطيت معلقة كبيرة توم، وحطيت معلقة كزبرة ومعلقة كمون، نُص معلقة كزبرة كبيرة ونُص معلقة كمون، حطيتهم برضه مع التوم هاشوّحهم كده، الطريقة دي بتدّي ريحة حلوة أوي في الصلصة بتاعة الكشري، التشويحة اللي هي بتاعة اللي أنتِ بتشوّحي فيها الكمون والكزبرة مع التومة بتبقى جميلة جدًا. طبعًا بتختلف عن الصلصة بتاعة الفتة مش بنحط لها خل، في ناس بيحطوا للصلصة بتاعة الكشري خل، لأ هتقلب معاكِ صلصة بتاعة فتة بقى وإحنا مش عايزينها صلصة فتة، فأنا مش باحط لها خل خالص.
خلاص بقى كده باسيب التومة لحد ما تحمر معايا كويس خالص، وبانزل عليها بالطماطم أنا ضارباها في الخلاط ومصفياها. هو طبعًا بتاع أكتر المحلات مش بيصفّوا الطماطم، بس إحنا بنصفّيها برضه عشان القشر بتاعها وكده. هنا حطيت المعلقة دي كبيرة خالص مليانة صلصة، يعني حوالي كانت معلقة ونُص وحطيت كمان شوية، المهم خدت معايا كده حوالي معلقتين صلصة. معايا دي بقى بهارات كشري، خلّي طعم الكشري حلو أوي. حطيت حوالي معلقة إلا ربع أو نُص معلقة، وحطيت ملح. بهارات الكشري أنا يعني باحط تبع نوع البهارات اللي أنا جايباها. البهارات اللي أنا جايباها دي كانت مليانة ملح، كان فيها ملح كتير، فعشان كده حطيت يعني المعلقة كانت حوالي معلقة إلا ربع كده بهارات كشري. في مرات باجيب البهارات دي ما فيهاش ملح كتير أو ما فيهاش ملح خالص، فباحط حوالي نُص معلقة بس، فطبعًا النوع اللي أنتِ هتجيبيه. لو ما عندكيش بهارات كشري لمّا ما يبقاش عندي باستخدم إيه، باحط يعني حوالي أقل من ربع معلقة من 7 بهارات، برضه بتطلع معايا حلوة. يعني لو ما عندكيش بهارات كشري ممكن تحطي أقل من ربع معلقة من 7 بهارات بس. هنا بقى معايا هاعمل الرز أهوّة، الشعرية بقى بتاعة الرز بتاعة الكشري لازمًا تحمّريها أوي، مش زي الشعرية بتاعة الرز العادي، الرز اللي أنتِ هتاكليه عادي كده الشعرية بتاعته بتبقى لونها فاتح شوية، إنما الشعرية بتاعة الكشري بتغمّقيها أوي. غمقتها خالص بقى كده، وهنا الرز كنت غاسلاه ومصفياه، نزلت عليه هنا بقى على الشعرية كده بالرز، وأقلبهم بقى لحد المَيّة اللي فيه كده ما تنشف خالص، أي مَيّة بقى في قلب الرز كده تنشف خالص، وبعد كده أحط له بقى شوية ملح، ما باحطش أكتر من كده، للرز ما باحطش أكتر من ملح، لإن الصلصة بتاعة الكشري فيها البهارات بتاعتها بزيادة، ما باحطش بقى لا مرقة دجاج ولا حاجة. هنا بقى حطيت المَيّة بتغلي، حطيتها برضه عليه، وهاسيبه بقى أغطيه، وهاسيبه على نار هادية لحد ما يستوي. بس هو كده الرز مش محتاج أكتر من كده، أنا حطيتِ له مرقة دجاج هتلاقيه معاكِ حدقان أوي لإن إحنا حاطين ملح، لو حابة تحطي مرقة دجاج ما تحطيش بقى ملح، لإن كمية صغيرة مش كتيرة. هنا بقى معايا التوم، ده التوم بقى بعد ما أنا دقيته وخدت الصلصة، سِبت شوية بقى هنا عشان أحط الخل، حطيت بقى شوية توم حوالي ربع معلقة، وأحط شوية ملح، وهاحط هنا بقى المَيّة حوالي نُص كوباية مَيّة، وربع كوباية خل، وعصير نُص ليمونة. بس حطيت الخل حوالي ربع كوباية أو أقل شوية يعني، ربع كوباية صغيرة كده مش كتير، وهاحط عصرة ليمونة، بس كده هاقلبهم بقى وخلاص كده هافضّي في طبق، المَيّة تكون بتغلي، المَيّة اللي أنا حطيتها على التومة مَيّة تكون بتغلي، عشان تظهر لي حتى ريحة التوم كده وتبقى ريحتها حلوة. هنا بقى هاعمل الشطة، حطيت شوية برضه زيت كتار، كل ده من الزيت اللي أنا استخدمته للبصل، شوية زيت كتار، الشطة هي بتعوز أصلًا زيت كتير. الزيت ما يكونش سخن، لمّا تيجي تحطّي فيه الشطة الزيت ما يكونش سخن، يكون الزيت لسه بارد وتحطّي الشطة، لو حطيتِ الشطة على الزيت وهو سخن سخن خالص كده، ريحة الشطة هتطلع ريحتها وحشة أوي. معلش هي دي معلومات أنا باقولها لكم للكشري، بس يعني هو الفيديو لو طويل شوية بس كل حاجة هتستفادي بيها. بس باسيبها بقى كده لحد ما تغلي كده معايا شوية، وبعد كده بانزل عليها بمَيّة. هي الشطة بتاع الكشري ما بيتحطّلهاش أصلًا صلصة، هي المَيّة والزيت بس، هي بتبقى خفيفة كده، حتى وأنتِ بتشتري الكشري بتلاقي الشطة بتاعته خفيفة كده. هنا برضه معايا شوية زيت، كان معايا شوية بقى من الزيت اللي أنا كنت محمّرة فيه البصلة، كانوا قليلين، زوّدت لهم بقى شوية زيت تاني من عندي وأحمّر بقى فيه شوية عيش من ده. طبعًا وأنتِ واقفة كده بتعملي الكشري أي بقى مواعين هتفضل عندِك هتدعكيها عشان ما تكوّميش عندِك كتير، عشان عارفين يوم الكشري ده بيقلب الدنيا خالص. العيش ده على فكرة برضه كنت عاملاه في نفس اليوم اللي عملت فيه الكشري، يعني برضه أنا باعمل حاجة وباجي مثلًا أفرد العيش، يعني كل حاجة باعملها في نفس الوقت. عادي خالص الحمد لله، ربنا يقوينا كلنا يا رب. العيش بقى وهو لسه طالع كده من الطاسة سخن، باحط عليه رشة مرقة دجاج، دي كانت مرقة دجاج فورية، لو ما عندكيش فورية يعني هاتي مكعب كده وكسريه ورشيه عليه. هنا بقى حطيت في الطبق شوية رز الأول، وبعد كده هاحط عليه المكرونة، طبعًا الأطباق بقى زي ما أنتِ ما بتحبي، لإن الرز يعني في الكشري بنحب نحط رز قليل، يعني حوالي معلقة ومعلقة ونُص أهي، الرز مش كتير يعني، وبعد كده باحط بقى المكرونة، المكرونة لو لقيتيها معجنة على بعض هاتي شوية مَيّة كده رشيهم على المكرونة هتفُك معاكِ خالص، وبعد كده تروحي حاطاها في الأطباق. معايا بقى العدس والحمص كده، كل حاجة بقى حطيها زي ما أنتِ ما بتحبي بقى تحطي في الأطباق. البصلة والله لونها كان حلو، بس أنا مش عارفة أنا زعلانة أصلًا من لون التصوير ده، بس بصراحة هي كان لونها حلو أوي، لونها فاتح كده، بس هي بقى في التصوير هي جاية كده أنا قُلت لكم الإضاءة بتاعة المطبخ بتاعتي وحشة خالص. حطيتهم وطبعًا في الوقت ده أنا سايبة الصلصة كده النار مولعة عليها عشان تفضل سخنة. هاحط بقى كده على الأطباق، أنا حطيت في الأطباق بتاعة البيت وحطيت في الأطباق اللي أنا مشتريها دي، عشان برضه لو أولادنا بيحبوا ياكلوا في الأطباق دي والّا حاجة، أي حاجة برضه إيه، بنجدد لهم فيها. حطيت بقى الكشري أهوّة في الطبق ده، شكله زي اللي بيتباع برّه أهو.
وهنا حطيت في الطبق ده وحطيت معلقة الخل بقى، ودي الطماطم بقى حطيت عليها شوية خل وشوية شطة من اللي أنا عملتهم، ورشة ملح كده وقلّبتها لو حابين ناخد منها كده. بس وهنا العيش اللي أنا حمّرته أهوّة، وشوية طماطم برضه شوية صلصة هنا باحطهم، للي عايز يزوّد بقى طماطم تاني أو صلصة يحط بقى من دي. وده الكشري بتاعنا أهوّة، ويا رب إن شاء الله الطريقة تعجبكم، وبألف هنا وشفا، ومع ألف سلامة، السلام عليكم.